عارفين بعد احتساب اللقب اللي فات بتاع كاس الامم لصالح المغرب، ما هو المغرب كان خسر من السنغال والسنغال توج باللقب، بعد كده صدر قرار من الاتحاد الافريقي باعتبار المغرب فائزا. لو استمر هذا القرار وكمل هيبقى المغرب قريب قوي انه يعمل ريكورد عالمي وقياسي ممكن يفضل محفور في التاريخ ومفيش حد يعرف يوصل له بعد كده، وهو عدد اللقاءات اللي مستمر فيها المنتخب المغربي بلا هزيمه. هو دلوقتي واصل بعد التوقف الدولي اللي احنا فيه ده، اللي هو لعب فيه ماتشين، الاكوادور اتعادل 1-1 وكسب باراجواي 2-1، بقاله 35 ماتش بلا هزيمه. فوقيه منتخب الارجنتين 36، وفوقيه صاحب المركز الاول منتخب ايطاليا 37. دول الرقمين القياسيين اللي فوق منتخب المغرب، ايطاليا 37 الارجنتين 36. المغرب لو تم اقرار القرار بتاع الاتحاد الافريقي باعتبار المغرب هي الفائزه بكاس الامم اللي فاتت، هيبقى 35 لقاء بلا هزيمه. والرقم ده طبعا معرض للزياده لان لسه المغرب هيلعب ماتشات وديه قبل ما يروح لكاس العالم، ولسه هيلعب كاس عالم. فلو كمل في القصه دي ممكن يوصل مثلا ل 38 39 ولا حاجه، فكده يبقى عمل ريكورد تاريخي ورقم قياسي لم يسبق لاي منتخب في العالم ان يصل اليه.